الحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد معلم الناس الخير، القائد الخالد المؤسس، باني سوريا الحديثة ونهضتها، صاحب بدعة التعليم المجاني والطبابة المجانية، أبو الفقراء والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، على مبدأ اكذب 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 حتى يصدقك الناس أو تصدق نفسك، وأن ما تكرر يكاد أن يتقرر. ما زالت تلك العبارات والديباجات تتكرر في المناهج، في الإعلام، في كل مكان، حتى قادت ترسخ وتتكرس في وجدان بعضنا. صار بعضنا يحسب من حسنات الطاغية يغض عن سيئاته نظرا، ويحسب أنه يكفي أنك تعالج بالمجان، أن التعليم مجاني، يكفي أن ربطة الخبز وأن بونات الرز والسكر، وكأنه ينفق من جيبة أبيه. وصار الأمر يحتاج إلى توضيح. أما أنه خالد فنظرة إلى الضريح تكفي لنعلم خلاف ذلك. وأنه مؤسس فوالله لا أنا أعلم ولا الشيخ يعلم ولا أحد من الحضور يعلم. أسس ماذا؟ أسس سوريا كانت لا شيئا ثم هو بهكذا أوجدها من العدم، أم كانت ضيعات وقرا مبعثرة ثم جمعها شكلسها وكتب على مداخل الدولة سوريا الأسد ترحب بكم؟ أم أسس سوريا الحضارة والتاريخ التي فيها أقدم مدينتين مأهولتين على وجه الأرض، حلب ودمشق، وأوابدها وتاريخها ينكر كل ذلك؟ أم أسس سوريا الاستقلال، سوريا التي كانت مهد حضارة وبدعة في المنطقة كلها، يوم كان مجرد ولد في ضيعته يطارد دجاجات الجيران؟ كان سوريا أي سوريا؟ هاشم الأتاسي الذي شكى مرة من البرد في قصر المهاجرين وكان السن قد بلغ منه، فجيء له بمدفأة من الكهرباء، فلما نظر في وصل الاستلام استعظم ثمنها الكبير وسأل عن مصروفها، فقالوا له أنها تصرف، فقال ردوها رجعوها، واكتفى بحرام بطانية جاء به من البيت ولم يكن في القصر مدفأة. سوريا شكر القوتلي. ويتحدث، أذكر الحديث التلفزيوني لأمين عام الرئاسة ورئيس مكتبه عبد الإله الخاني الخبير الدستوري، يقول أن صاحب البيت القصر المهاجرين الذي يؤجره للدولة قاطعته المحاورة، يعني أن قصر الرئاسة مستأجر؟ قال نعم، لأن آباء الاستقلال رأوا أن إرهاق الخزينة ببناء قصر أو شرائه يرهق الخزينة، ويكفي استئجار قصر أوفر على الخزينة. قال جاءني الرجل يطلب مني زيادة في الإيجار لأن الأسعار تغيرت، وأنه خجلان من شكري بيك عندما يراه في صلاة الصبح في مسجد الجسر الأبيض أن يقول له ذلك. قال فدخلت على الرئيس وقلت إن صاحب فلان يريد زيادة في الإجرة، فقال أنت ماذا ترى؟ قلت والله معه حق ولا نريد أن نظلم الرجل، أقترح أن نكتب كتابا إلى البرلمان المجلس النيابي نطلب فيه زيادة النفقة الرئاسية. قاطعته المحاورة تقول أعد، يعني أن البرلمان ينظر في النفقة الرئاسية؟ قال نعم، كانت كل فواتير وإيصالات الرئاسة، فواتير الكهرباء والماء وسيارتي الرئاسة، وإيصالات وفواتير استقبال الضيوف وإقاماتهم، والهدايا التي تقدم إليهم، والهدايا التي يقدمونها إلى الرئاسة تضبط في إيصالات استلام الرسمية، تودع عند البرلمان المجلس النيابي ينظر فيها. قلت نطلب من البرلمان زيادة النفقة الرئاسية حتى نعطيه زيادة في الأجرة. فقال شكري بيك لا الله يرضى عليك، رئيس البرلمان الحالي أكرم الحوراني يساري ويتربصني على غلطة، سأدفع فارق الإيجار من جيبتي الخاصة. أم سوريا ناظم القدسي الذي يتحدث أحد عتاة اليسارية في بلادنا أنهم نظموا مع البعثيين والقومجيين والناصرين مظاهرة احتشدت أمام القصر الرئاسي تطالب بإعادة الوحدة مع مصر وتشتم حكومة الانفصال، وقام بعضهم فشتم الرئيس ناظم القدسي نفسه، وبعضهم تطاول على والدي الرئيس ناظم القدسي. قال فخرج بعض أشخاص الشرطة العسكرية واقتادوا منظمين مظاهرة إلى غرفة داخل القصر، وظننا أنه
سيتم توقيفنا أو إحالتنا إلى القضاء. قال: فدخل علينا الرئيس ناظم القدسي وسلم علينا واحدا وواحدا وطلبنا الأخوة وأمرنا أن نجلس، ثم قال بكل هدوء: والله نحن معكم مع الوحدة ونتمنى أن تعاد، ولكن على أسس غير القديمة، ومن حقكم أن تتظاهروا، نحن نضمن لكم ذلك، ولكن أن تسبوني أنا مسامحكم. ثم قال وعيناه تدمعان من وراء نظارته المستديرة: أما أبوي وأمي عيفوا لي ياهن، هو حلبي، عيفوا لي ياهن، إذا أنا غلطان هن مالهم ذنب، فإذا بدكم تظاهروا بس ما حدا منكم بيريد يحكي على أبوه وأمه. ثم قال لنا: اشربوا قهوتكم وأتموا مظاهراتكم. باني سوريا الاقتصادية عن أي كذبة يتحدث. واذكروا الشركة الخماسية، محالج القطن ومصانع النسيج في حلب، المصنع الإسمنت في دمر الذي كان الوحيد في الشرق الأوسط، أما شركة الدبس للأنسجة التي كانت تصدر إلى وسط أوروبا ثم تحولت إلى مصنع للجوارب لا يلبسها إلا العساكر مكرهين على ذلك، أم بدعة أنه صاحب الطبابة المجانية. وأتحدث عن دمشق التي أعرف، والمشفى الحميدي الخستخانة، مشفى الغرباء، لا يزال شاهدا، بني في آخر العهد العثماني، يقدم العلاج المجاني بالإضافة إلى مستشفيات الإرساليات النصرانية. ومشفى دمشق المجتهد، اللوحة الرخامية على بابه حتى الآن أنه أنشئ في عهد الرئيس شكري القوتلي. ومشفى ابن النفيس أنشئ في عهد الانفصال. ومشفى المواساة بنته جمعية خيرية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي. ومشفى الهلال الأحمر قدم على نفقة الصليب الأحمر الدولي. ومشفى 601 مشفى يوسف العظمى العسكري بناه العثماني ثم وسعه الفرنسيون، وبقي إلى العهد حتى حوله الطاغية كراجه إلى مستودع لجثث الشهداء تجمع قبل أن تنقل إلى المقابر الميدانية. ومشفى الأسد الجامعي تقدمة تامة كله بتجهيزات على المفتاح، هدية من ألمانيا الاتحادية، ألمانيا الغربية، وكل ما صنع الطاغية أن وضع اسمه عليه، سماه مشفى الأسد الجامعي. وأما التعليم المجاني فاسألوا آباءكم أجدادكم من درس الابتدائية والسرتفيكا والمتوسطة والبكالوريا في مدارس سوريا، بدءا من مكتب عنبر ثم التجهيز ثم بقية المدارس، هل دفع قرشا واحدا؟ كان ذلك مجانيا من عهد الاستقلال حتى عهد الانتداب الفرنسي، ثم بعهد الانفصال وعهد الوحدة، كله كان مجانيا لا يدفع الناس قرشا واحدا. والجامعات أسست جامعة دمشق في آخر القرن التاسع عشر مجانية، وكذلك جامعة حلب بنيت في عهد الاستقلال كلها مجانية. مناهجنا كانت من أدسم المناهج في الوطن العربي، وجامعاتنا لها تصنيف عالمي، والأساتذة كانوا من أرقى المدرسين حياء وأدبا وخلقا وقدوة، وكان التعليم فيها من أرقى التعليم في المنطقة. ثم جاء زمان لعب بالمناهج ولعب بالترتيب الأساتذة والتعليم، وسرح بعضهم وزج بعضهم بالسجن، ثم نقل بعضهم إلى غير أماكن، وصرنا نرى بعيننا، رأيت بعيني أساتذة قديرون يأكلون قتل في باحة المدرسة في كريدور المدرسة من طلاب، ثم ينتهي الأمر بفصل 3 أيام، أو يأتي والد الطالب في اليوم الثاني يمسك بيده ويقول: قل للأستاذ أنا آسف أنا غلطان، وينتهي الأمر عند ذلك. ورأيت بعيني طلابا يدخلون المدرسة ببدلة مرقطة وبريح حمراء ومسدس على جانبهم، ورأيت واحدا منهم بعيني يتربص أستاذ الفيزياء في زقاق خارج المدرسة، ثم شحطه وهو ممسك مسدس يقول له: لك إذا بترسبني والله تقوصك. ثم صرنا أمام خيارين: إما مدارس مترهلة مع احترامنا للشرفاء فيها، مترهل تعليمها فاسدة، وجامعات ينتشر فيها الفساد والاعتداء والرشاوى وابتزاز الطالبات وخرجت من التصنيف العالمي، أو جامعات ومدارس خاصة لا يستطيع الكثير تأدية تكاليفها. أما بدعة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية فقد كان للطاغية نظرية خاصة في تطبيقها خارقة للعادة، لم تخطر في بال أنجلز ولا ماركس ولا لينين ولا ستالين، نظرية عجيبة للاشتراكية بين الدولة والشعب. يعيش الشعب كله في سوريا الأسد،
يسكن الشعب في شقة في ضاحية الأسد على شارع الشهيد باسل الأسد المتفرع عن دوار الشهيد باسل الأسد، ويتربى أبناء الشعب على فكر طلائع البعث وشبيبة الثورة. وإن أراد أبناء الشعب أن يدرسوا الموسيقى درسوها في دار الأسد للأوبرا، وإذا أراد أبناء الشعب أن يقرأوا القرآن قرأوه في معاهد الأسد للقرآن الكريم، وإذا أراد الشعب أن يلعب الرياضة لعبها في مدينة الأسد الرياضية، وإذا مرض الشعب تداوى في مشفى الأسد أو مشفى الشهيد باسل الأسد. هذا كله للشعب، وأما الأسد فينام في قصر الشعب. السلام عليكم.